عايزين يعملوا مدينة اسمها مدينة الإنسانية قرب الحدود المصرية. ليه؟ وده يفهمنا إيه ونفهم إيه كشعب مصر؟ نفهم إنهم عاوزين يهجروا الناس من أراضيهم، يدخلوهم لبلادنا جوه لسينا. طب إحنا مفترض يبقى علينا إيه كشعب مصر؟ لا يا باشا، عليك يا باشا، عليك إيه؟ عليك إنك لازم تدعم جيشك، لازم تدعم رئيسك، وتطلع تكتب حتى لو في كومنت تحيا جيش مصر، تحيا رئيسي. ولازم كلنا نلتف حول القيادات. احنا لو ما بقيناش حول القيادات ودعمناهم ووقفنا في ظهرهم كشعب فردا قسما بالله لا هياكلونا، قسما بالله لا هيدخلوا لنا هنا. انا من مكاني ده ومن موقعي دوت طالع اقول انا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بدعم جيش مصر، انا بدعم جيش مصر، انا بدعم جيش مصر. انا كمصري لازم احافظ على وطني، انا كمصري لازم احافظ على امي وامك واختك واختي يا صديقي. الوطن ده غالي، لازم تدعم رئيسك، لازم تدعم جيشك. انت شايف اللي بيحصل في المنطقه، كل الناس متابعه اللي بيحصل في الشرق الاوسط. يبقى غبي قوي اللي ما يدعمش جيشه وما يدعمش رئيس بلده وما يدعمش قياداته ويقف في ظهرهم ويطلع حتى لو في كومنت ويطلع يكتب انا بدعم جيش بلدي، انا بدعم رئيس بلدي. لازم يبقى ليك دور ولازم يبقى ليك رأي. ادعم رئيسك، ادعم جيشك. انت شايف اللي بيحصل في الشرق الاوسط، انت شايف ان عاوزين يعملوا شرق اوسط جديد، عاوزين يقسموا شرق اوسط جديد. طب ليه واحنا فين كشعب؟ لا، لازم هندعم جيشنا وهندعم رئيسنا وهنفضل ندعمه ومستعدين نضحي. وانا من مكاني دوت بقول انا مستعد اضحي. لو ارض مصر جفت من اخر نقطه ميه فيها مستعد اروها بدم كله. لو طين وتراب بلدي جف قسما بالله لا ارويه باخر نقطه في دمي. اطلع يا باشا، اكتب يا باشا في كومنت تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيا الجيش المصري. هم بالفعل في دماغهم انهم يهجروا، بالفعل في دماغهم انهم يقسموا شرق اوسط جديد. لا يا باشا، احنا كشعب لازم ما نفتحش عقولنا ليهم، ولازم ندعم جيشنا وندعم رئيسنا وما نمشيش ورا الاعلام المضل اللي بيضلنا وبيضحك علينا. احنا هنقف صمدين عشان نحافظ على امك وام واختك واختي ومراتك ومراتي. احنا كرجاله، احنا لو كل الرجاله استشهدت قسما بالله حارمنا على استعداد انهم يخرجوا ويدخلوا في ساحه المعركه ضد اي عدو عاوز يحتل البلد ويقف ضد الشعب المصري والجيش المصري والرئيس المصري. اطلع يا باشا في كومنت كده واكتب تحيا جيش مصر، تحيا رئيس بلدي، انا بدعمك يا رئيس بلدي. وانا بعلنها من مكان الرئيس عبد الفتاح السيسي لو نزل الانتخابات مره واثنين وثلاثه هدعمه وهنتخبه، عشان هو انسب راجل ماسك البلد في الفتره دي، عشان راجل عسكري فاهم مخططاتهم. هو الرئيس الوحيد اللي شايل المنطقه على كتافه، هو الرئيس الوحيد اللي بيقول لا ضد اي حاجه تمس الامن القومي المصري. اطلع اكتب يا باشا، واجبك كمواطن مصري تطلع تكتب انا بدعم الجيش المصري، انا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. اقل شيء، مش بقول لك اطلع على الحدود، لا، باقل شيء اطلع اكتب كومنت انا في ظهرك يا ريس، انا في ظهرك يا جيش بلدي. وهنفضل نقول ونناشد العالم كله ان احنا في ظهر رئيسنا وفي ظهر جيشنا رغم عن انف الاعداء اللي بيكرهونا واللي بيحقدوا علينا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.